نورتينا اليوم ام جاسم، عيني شلونك شخبارك؟ الجهال شلونهم؟ والله يا عيني احنا زينين الحمد لله. نسأل عليكم انت شو اخباركم؟ اقول لك هاي شنطتك شلون هي؟ يوميا اشوفها تجي من الدوام وبيدها كتبها. شنو هاي جاي تدرس تداوم؟ شنو سالفتها؟ يا معودة، هاي بطرانة تسوي نفسها قاعد تشتغل وتدرس وما ادري شنو على اساس تبني مستقبلها. معودة ما تنجح، هاي ما تنجح. اكو وحدة ترجع من الدوام تعبانة هلكانة، ساعة بالأربعة تفوت البيت، شوية ترتاح لها وبعدين تقعد تدرس على اساسها. معودة هسه تشوفين شو تريدين انطيش اذا نجحت. معودة. اي ولك هذا السادس صعب وما تقرا لها ساعة باليوم لو ساعتين. تعال شوفي بنت اختي من الصبح تدرس لليل ويا دوب يا دوب درجاتها خمسينات ستينات وتدق وتلطم. ما تطلع هاي ما تطلع وفيه خليها هيك واحد التعب روحها بروحها. اي ما تنجح، اني مطمنة الحمد لله والشكر. اعرف هاي ما تنجح يا معود، هاي وحدة فارغة فاهية. ثاني شي عقلها مشتت هسه ما تقدر تنجح. انا اعرف الف حسبة ببالها، يعني هم تدرس هم حسبات ببالها. ما تنجح، هاي ما تنجح. هلا عسولة، شلونك حبيبتي؟ شلونك شخبارك؟ مشتاقين؟ شنو هالصدفة الحلوة هاي؟ هلا خالة، شلونك؟ شو اخبارك؟ والله انا الحمد لله. انتي شلونك؟ اسأل عليك. صدق عسولة بعدك قاعد تدرسين؟ زين انت وينك؟ وين الدراسة؟ انت مو قاعد تشتغلين؟ شو تسوين بالدراسة؟ وين تلحقين تقرين؟ ترجعين تعبانة والنوبيت وشغل ومسؤولية، وشلون تنامين؟ شلون كنت تقعدين؟ سولفيلي احكيلي. اي خالة، صحيح اني قاعدة اشتغل، بس هذا الشغل ما راح يكون دائمي، راح يكون مؤقت. ماكو احسن من الشهادة. صحيح هسه حاليا قاعدة اشتغل وادرس وكلش قاعدة اتعب وما عندي وقت للنوم وللراحة، لكن قاعد اضغط على نفسي في سبيل تصير عندي شهادة وافتخر بروحي. ثاني شيء انا سويت تحدي نفسي انه لازم اثبت لروحي انه اني قدها، ولازم اخذ شهادة ومهما يكون الثمن لازم انجح، وان شاء الله الله يوفقني. ادعيلي. ها عسولة، هاي بعدش قاعدة يا معودة بتنامين؟ صدق كذب؟ شنو هالفضاوة اللي عندك هاي؟ انت باكر مو من الصبح عندك دوام وشغل؟ نامي نامي يا معودة، دي نامي هسه على اساس راح تطلعين معدل. نامي عيني. بإذن الله أنجح بإذن الله. لأن شي أنت ليش هيجي مقهورة؟ روحي انت نامي إذا نعسانة. شعليك بيا خليني أني قاعدة أدرس؟ شعليك انتي. شوف هاي تحكي بثقة. يابا ولد غيرك يقرن من الصبح لليل ومخليات مدرس خصوصي، تريدين انت تشتغلين وترجعين تعبانة وما مخلية مدرس خصوصي ولا مخلية شي، تريدين تنجحين انت كل عقلك عسولة. انت قاعدة تضيعين بس وقت وجاي تتعبين روحك على الخالي بلاش. ما تنجحين دا نقولك. معودة الناس هناك تعب تريدين انت تنجحين هسه تالي وقت. والله الصراحة أنا هسه قاعد أدرس، بس أريد أتأهل للنهائي، وإن شاء الله أتأهل على عناد كل حاقد. وانتي ايش ضايجة يعني؟ خلي أتعب على الخالي بلاش. يعني انتي ليش مقهورة؟ أنا ما جاي أفتهم. أنا ما مقهورة على شنو انقهر؟ أدري بيك انتي وحدة فاشلة وفاهية. لا بس أنا دا أحكيك على مودك خطية يعني، فدا أقول لك ليش تتعبين روحك. يلا يلا روح أنام وانتي ابقي هنا. اه تعبي روحك بروحك. يلا باي باي، تصبحين على خير. يا ربي، اليوم أول يوم بالامتحانات، يا ربي سهل لي كل أمور وسهل لي الامتحانات وخليها تكون سهلة وكل شيء أجاوب وأنجح. يا رب أنت تعرف أنا شقد عانيت وشقد اجتهدت، وأنت تقول يا عبدي يسعى وأنا عينك، وأني متوكلة عليك وما خاب من توكل عليك. رب أنت ما عفتني بأصعب الأمور، أكيد ما راح تعوفني هسه. راح أدخل الامتحان وأريد كل شيء سهل. يا الله، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يا الله. عسولة عسولة، جيت أبشرك أني حزري شنو طلعت النتائج اليوم وأنتي مؤهلة وناجحة. ألف مبروك. والله صراحة أنا ما متوقع راح تنجحين بس صدمتينا كليتنا. ألف مبروك عسولة. صدق ألف الحمد لله والشكر. أنا توكلت على الله وكانت عندي ثقة بالله كلش قوية إنه أنا راح أنجح، والحمد لله بفضل الله نجحت. كلش فرحانة يا رب، الحمد لله والشكر إليك. صدق نجحت؟ هاي تنجح؟ هاي ما تنجح يا معود. روح تأكد من الاسم عدل. خاف مو هي، خاف غيرها. إيه حقك ما تصدقين، لأن عبالك الكل نفس عقوليتكم. الحمد لله والشكر، أنا شاطرة وقدها وقدود، وإن شاء الله للنهائي هم.
هلا يا أصدقاء، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بألف خير. اليوم رجعت لكم بعد غياب كلش طويل، وهسه راح تعرفون أني ليش كنت غايبة هذا الوقت كليته. بس الحمد لله والشكر هذا الغياب جاب نتيجة. صراحة أني مثل ما قلت لكم، يعني قسم منكم يعرفون إنه أني جاي أدرس، وصراحة يعني أنا كنت قبل سادس إعدادي وتركت، وهسه رجعت أمتحن خارجي. ف يعني امتحانات تمهيدية، غبت عنكم هالفترة لأن كنت أدرس، والحمد لله والشكر تقدرون تباركوني نجحت. ياي جديات كلش فرحانة، كلش فرحانة، وما راح منتج الصوت نهائيا اللي يطلع من القلب إلى القلب. زين، فكلش فرحانة. فهم عندي بهذا الفيديو قصة كلش بها عبرة بسيطة، رغم إنه فيديو قصير لكن بعبرة قصيرة، إنه لا تستمعون لأي أحد نهائيا. أي واحد يقول لكم أنتم ما تقدرون لا تسمعوا له، لأن هذا دا يحكي عن نفسه، هو ما يقدر، فش عباله الكل ما يقدر. فأنتوا دائما انطوا الإذن الطرشة للناس وامشوا وراء أحلامكم. الحمد لله والشكر أني هسه من نجحت، أنا دائما أنجح، بس خصوصا هذا النجاح بلذة. تعرفون ليش بلذة؟ لأن أني الله يعلم شقد عانيت هواية، عانيت، صارت وياي شغلات شخصية تخصني، يعني حطمتني صراحة، حطمتني نفسيا. يعني أنا رحت للامتحان بنص قلب وبنص عقل وبنص روح، يعني نص الثاني أصلا مو هنا، مو يعني نهائيا. فبس رغم هذا نجحت. زين، نجحت، ألف الحمد لله والشكر والفضل لرب العالمين. زين، لأنه أنا خليت إيدي بإيد الله، وما استمعت لأي أحد. هواي قالوا لي شوف هاي ايش قاعد تسوي، انتي قاعد تدرسين، انتي كل عقلك انتي قاعد تدرسين هسه، هاي الطلاب قاعد تدرس صارها سنين وأشهر وخصوصي وما أعرف شنو، انتي هسه راح تتأهلين ما تتأهلين. وأتذكر أكو شخص ضحك ضحكة استهزائية، قلت أنا راح أدرس وأبني حياتي، ضحك ضحكة استهزائية، وهاي الضحكة ضميتها بقلبي. ها، وأتذكرها كل ما أدرس، أتذكرها كل ما أحاول شوية أتهاون بالدراسة، أتذكرها وأدرس بعد أكثر، والحمد لله والشكر نجحت. فالعبرة من هذا الفيديو إنه إذا هسه أنت عندك تحقيق هدف، عندك أحلام وطموح، امشي عليها ولا تستسلم، ماكو شي مستحيل بهاي الحياة.